قبل موسمين جوارديولا بعض لاعبي السيتي وجمهور السيتي ايضا قالوا انه ريال مدريد لا يلعب كرة قدم، ولكن الغريب انه السيتي حاليا جالس يلعب بنفس اسلوب انشيلوتي. فحرفيا مباراة ارسنال ومانشستر سيتي اكدت للجميع انه كل المدربين والجماهير والفرق الاهم عندها هو الانتصار، ولا ما كنا شفنا مدرب مثل جوارديولا يضرب به المثل بالكرة الجميلة عم بدافع طوال ال 90 دقيقة امام الارسنال. بعض رح يعتبرها مبالغة، لا حرفيا السيتي كان من بداية المباراة لنهايتها كان عم بدافع ب10 لاعبين. المشكله انه حتى رودري قبل موسمين استهزأ بعقليه الارسنال وباسلوبهم اللي بيعتمد على الدفاع. ارتيتا تعرض لانتقادات كثير، ولكن والله انه مدرب عبقري، بل برايي الارسنال من بدايه الموسم لحد الان هو افضل فريق انجليزي مع انه مش متصدر. بل ارتيتا اصبح هو اول مدرب في تاريخ كره القدم بيلعب 5 مباريات متتاليه بالدوري امام جوارديولا وما بيخسر. بعيدا عن تصريحات جوارديولا اللي قال فيها انا مستحيل اغير اسلوب لعبي، ولكن بصراحه اللي سواه امام اليونايتد والارسنال اعتماده على الدفاع والضرب المرتدات ممكن يكون هذا افضل خيار لعودة مستوى مانشستر سيتي. فبالأخير الدفاع أسلوب لعب مش عيب، العيب إنك تستمر بالخسارات.